الهروب من سجن الكاتراس من اشهر العمليات ديال الهروب من السجن العمر تاريخ الدراري. اكيد بزاف منكم سمع بهاد القصه لكن ما عرفتيش شنو وقع في هاد القصه ديتاي وشنو وكيفاش هربوا من هاد سجن الالكاتراس، او بالاحرى عمليات الهروب من سجن الكاتراس تعتبر من اشهر عمليات الهروب على مر التاريخ. هادشي اللي خلى هوليوود دير عليها الفيلم المعروف بالاسكيب فروم الكاتراس. كان كيضم سجن الالكاتراس كان كيضم من اخطر المجرمين القتالة اللي جا في جزيرة مائية. كان فرانسيسكو غنحطها لكم هنايا في الصورة باش تشوفوا فين جا. وشهد هاد السجن الدراري محاولات هروب كثيرة بزاف واغلبية ديال المحاولات ديال الهروب كتنتهي يا اما بالموت يا اما بالغرق يا اما بالفشل، استثناء محاولة وحدة اللي وقعت في 1962. سبب العملية العام اللي وراها غيسدوا هاد السجن نهائيا، يعني 1963 غيكون اخر نهار ديال سجن الالكاتراس، يعني 1963 غيكون اخر عام ديال سجن الكاتراس. بعد العملية اللي تخدمت بحيلة وعبقرية وذكاء لا منتهي اصدقاء اللي ما خطرت في البال ديال حتى شي واحد، اللي خلى اللغز اللي باقي ما تحلش لحد الان اللي خلى التحقيقات الفيدرالية باقي لحد الان كيبحثوا في ديك العملية باش يجبروا جواب واضح. تصوروا شنو امتى 1962 باقي كيحير FBI لحد الان الدراري. كما سمعت اجيو تعرفوا معايا شنو وقع سجن الالكاتراس، اكثر سجون مناعة على مر التاريخ. كيف سجناء من الزنزانة دون أي أثر؟ جا واحد النهار اختفوا السجناء من سجن الكاتراس لكن بأي أثر. اللي كانوا اليوم صافي اختفوا فجأة ما بقاوش. صباح ديال 11 يونيو حزيران 1962 وأثناء ما كانوا الضباط كيفتشوا الزنازين كأنهم روتين يومي، لأن النهار كيجي واحد الوقت محدد الضباط كيفتشوا جميع الزنازين باش يتاكدوا باللي جميع السجناء في الزنزانه ديالهم وما هرب حتى شي واحد. تفاجئوا باختفاء 3 ديال السجناء الزنزانه ديالهم بدون اي اثر. بدون اي اثر، ما عرفوش كيفاش. تصدموا بحال اللي تبخروا الدراري. وملي دخلوا الضباط يقلبوا الزنازل ديال هاد السجناء جبروا دومة هيكلية على شكل إنسان في كل زنزانة من هاد الزنزانات ديال السجناء اللي هربوا. وضعوها السجناء اللي هربوا باش ملي يجيو الضباط، حيت الضباط ملي كيجيو يقلبوا في الزنزانات الدراري ما كيدخلوش، يعني غا من برا. تقدر انت دير هيكلية فحال بنادم وغيجي غيطلع غيقول هذا ناعس هنا وغيكمل عادي فحال تمويه، يعطيهم الوقت اكثر. فهمتوا كيفاش؟ اما السجناء 3 واللي هما جون أندر، خوه كلارنس وفرانك موريس. سكروا هاد الاسماء 3 مزيان الدراري، اللي كانوا كيتعتبروا من اخطر مجرمين ديال السرقه والسطو المسلح في ذاك الوقت امريكان. واللي تقال انه هاد السجناء كانوا كيعرفوا بعضهم من قبل، كانوا تلاقاو في سجون اخرى مختلفه، اي انه هاد السجناء ماشي هذا السجن الاول، وكانوا كيتلاقاو في بعضياتهم في بزاف د السجون مختلفه، يعني اي كيعرفوا بعضياتهم من قبل. واللي كيربط هاد السجناء 3 في بعضياتهم هو الماضي ديالهم، شنو داروا من قبل والعمليات ديالهم وفين كانوا السجون اللي مروا فيها. معروف محاولات الهرب اللي خلى الشرطه رحلهم لسجن الالكاتراس، اي اكثر سجون اللي معروف في ذاك الوقت. ما يجيو هادو حتى شي واحد ما قدر يهرب من هاد السجن، اي اكثر سجون مناعة على مر التاريخ، من اكثر سجون مناعة. ما كاينش سجن الان دابا ما هربش منه شي سجين مثلا. الكاتراس حتى لذاك الوقيته ما كان هرب منه حتى شي واحد، ولكن اللي غفلت عليه دار ديال السجن هي هاد 3 السجناء اللي كانوا كيعرفوا بعضياتهم في زنزانات متفاوتة، اي زنزانة حدا زنزانة، اللي خلى هادشي يساعدهم اكثر. فهمتي كيفاش؟ باش يوضعوا الخطة باش يهربوا، حيتاش كانوا كيقدروا يتواصلوا مع بعضياتهم ايزي حدا بعضياتهم، ليل كامل حدا بعضياتهم. فهمتي؟ واخا يحفروا حفرة غير صغيرة من تحت الكامة، حيتاش
كما حدا كما يقدروا يهضروا وما ناعسين فهمتي، والشرطه ما ديما تجيب. وفقا للتحقيقات الفيدراليه الامريكيه بعد تحقيقات لمده سنوات كان موريس معروف اللي هو ذكي بزاف محاولات الهروب ديالو. المعلومه اخرى وكان معاهم واحد اخر، اي في الاول هما كانوا مخطين يهربوا بربعه. آلين ويست كان معاهم في الزنزانه، وفي الوقت الهرب ما قدرش يهرب لانه ما ذكروش الظروف بالضبط، بقى في الزنزانه ديالو. وهاد آلين ويست هو اللي عاود للتحقيقات الامريكيه شنو وقع بالضبط، ولا يزودهم بزاف ديال التفاصيل. في الصباح ملي اكتشفوا المسؤولين عمليه الهروب ديال السجناء، يعني اكتشفوا عمليه الهروب حتى للصباح، هذا كيدل باللي السجناء مشاو. يعني واخا تمشي تجري وراهم ولا تشدهم تبغي تشدهم صافي هربوا هما في الليل. الحراس كان كيسحب ليهم هما في الزنزانات ديالهم بداك الدومه الهيكليه، سحب ليهم ناعسين وما كانوا هربوا خطوا. ديك الدومه كان عندها شعر الدراري، شعر ديال بنادم حقيقي. هذا اللي خلى الحراس ما يدقوش بزاف، حتى اذا جيتي برا الزنزانه وغطل غتشوف واخا كان الدميه اذا كان قرع مثلا وما كيعرفوا فلان فلاني عنده الشعر، ولكن المشكله هذاك شعره والدميه بالشعر ديال داك خونا وناعس هكا راه ما كتجيب، حيتاش برا كيبان لهم فحال بنادم ناعس بالشعر. هادشي اللي خلى يساعدهم كثر. شوف الذكاء ديال السجناء الدراري، داك الرؤوس كانت مخدومه بحرفيه ودقه. هادشي اللي كيدل باللي داك السجناء عندهم خبره بزاف د المجالات، ذكيين بزاف. داك الدومه كانت مصنوعه من القفص، مصنوع من الاسمنت ومطليه ديال اللون ديال الجلد، مطليه يعني باللون ديال البنادم، وغطاوها بالشعر ديالهم. اللي كانوا كيحسنوا الدراري كانوا كيجمعوا الشعر في خنشه ولا في ميكا ولا في اي حاجه، كانوا كيديوها من بعد لصقوا داك الشعوره في الدوميه. ملي اكتشفوا الهروب ديال السجناء تما فاش تغلق السجن نهائيا، يعني السجن غلقوه وبداو كيحققوا باش يعرفوا كيفاش هربوا هاد السجناء بدون اي دليل. حتى شي واحد ما كان عارف تما بلي غيهربوا، فجاه بوم ما بقاوش. الوهله الاولى تبانوا فحال اللي تخبروا من الزنزانه، فحال بنادم كان هنا صار ما بقاش فهمتي. في الوهله الاولى هكا بان لهم الشرطه في ذاك الوقت والتحقيقات. ملي بداو كيبحثوا لعده ايام جبروا انهم كانوا كيستعملوا معالق والات حاده تصنعات داخل السجن، معالق والات تصنعوا داخل السجن، اي ما جابوهاش من برا. وهاد الالات استعملوهم باش يحفروا في اطار ديال التهويه، حيت في كل زنزانه دري من الزنزانات كيكون تما واحد اطار ديال التهويه باش يهوي الغرفه فهمتي. وما جابوا هاد الالات اللي صنعوهم من الداخل باش يحفروا في الاطارات ديال التهويه، وتسللوا في ممرات ديال التهويه. جبرات الشرطه ممر سري اللي كيسمح لهم يوصلوا للسطح ديال الزنزانه، بناو تما ورشه عمل. تخيلوا معايا الدراري، ورشه عمل وما بناوها، داروا ممر وداروا فحال ورشه عمل فوق الزنازين ديالهم. تخيلوا معايا الذكاء الدراري. وفي داك الورشه تما فاش صنعوا الادوات باش يهربوا، ومن ديك الحاجات اللي صنعوا في الورشه هي المنظار باش يشوفوا الحراس في الليل شمن ساعه كيجيو شمن ساعه كيمشيو فين كيدوزوا فهمتي. كل شيء ديك التفاصيل جمعوها بالمنظار في الليل. كذلك صنعوا مجاديف ديال البحر، السترات البحريه الدراري باش ما يغرقوش ولا شي حاجه، حيتاش كما قلت لكم الحبجه في وسط الجزيره اي اللي داير بيهم غير البحر ضروري غيدوزوا من البحر. اذا بغاو يجيو خصهم يدوزوا من داك البحر. تعتقد انهم من بعد الهروب ديالهم توجهوا للشاطئ الشمالي، والدليل الوحيد اللي بقى من اثار الهروب ديالهم وجبروا السترات والمجاديف في جزيره انجل اللي كانوا كيقطفوا بهم. وهنا غنسالي هذا الفيديو. نتمنى تكون عجباتك القصه، واذا بغيتي تعرف هاد الثلاثه واش نجاو لا ما نجاوش كتبوها لي في التعليقات باش نبحث لكم ونجيب لكم فيديو جديد. لكم ديروا لايك، اشتراك في القناه.